السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. لو أول مرة تشوفيني معاكي أختكم مكرمة صاحبة قناة ماما وكوكي، ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش على الفيديو. بصوا بقى كده ايه الفيديو بتاعنا جامد جامد جامد. هنبدأ كده. بصوا أول حاجة عملت شوربة كده عادية وحطيتها جنب مني تغلي، وجبت بصلاية ومعلقة سمنة وابتديت أشوحهم كده زي ما انتوا شايفين. هفضل بقى أشوح فيهم، هفضل كده أشوح فيهم لحد لونهم ما يدبل بس معايا. أول ما لونهم يدبل معايا بس حتة صغيرة من صدور الفراخ أو البانيه، تمام، يعني شريحة واحدة كده، بحيث إن أنا أطعم بيها بس البصلاية مع السمنة مع الرز اللي هيتحط عليه. تمام كده، تمام كده، ماشيين مع بعض خطوة خطوة وبننقل خطوة خطوة. أسيبكم بقى مع الفيديو شوية وارجع لكم تاني. أهو حتة البانيه. ابتديت أحط بقى البهارات بتاعتي، ملح وفلفل أسمر وتوم باودر وبصل باودر السبع بهارات. دي البهارات اللي أنا حطيتها على الرز بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقى غسلت الرز بتاعي، تمام، هي معلقتين رز اتنين بالعدد، معلقتين رز اتنين بالعدد بس عشان أنا مش عايزة رز كتير. ماشي، وهزودهم كده شوية شوربة كانت بايتة عندي من امبارح، وهسيبهم بقى يستووا. هسيبهم يستووا بنسبة مثلا 70%، مش هسويهم بنسبة 100%. حشيت الفرخة بقى كده زي ما انتوا شفتوا، وحطيتها في الشوربة استوت وطلعتها مسحتها كده بمعلقة صلصة، وهدخلها الفرن. وعملت شوية رز بشعرية. وهنا في حد في البيت يعني قال لي مش هاكل فراخ، فكان عندي بقية البانيه بقى اللي انا كنت مطلعاه، قلت هقليه كده جنب الاكل، يعني اللي طلب ان هو مش هياكل فراخ ياكل منه. وحطيت بقى عشان ما لحقتش ان انا اتبله، هتبله التتبيله السريعه. ازاي التتبيله السريعه؟ هتحطي البانيه وتحطي عليه بيضايه وتحطي عليه معلقه يعني فلفل اسمر وملح وكمون وتوم باودر وبصل باودر، واديله بقى تقليبه حلوه كده وكلي بقى احلى بانيه. فطبعا بقى كمان ما كانش عندي فيجيتار، يعني انا ما كنتش ناويه ان انا اعمل بانيه فما حضرتش حاجته، فما كانش عندي فيجيتار بس كان عندي بقسماط، فخلاص هيقضي الغرض يعني.
من غير دقيق برضه هيقضي الغرض. تمام، حطيت بقى البقسماط اللي كان عندي كده، وهبتدي ان انا اقلب البانيه فيه يمين وشمال، وبعد كده احطه في الزيت. تمام، وبعد كده هقلي البانيه وابتدي اغرف اكلي، والف هنا وشفا لي. تمام كده الاكل بتاعي كان خلص، والفراخ اتحمرت، وقليت البانيه، وطبعا البانيه اصلا اكلوه قبل ما احطه على الاكل. بس الف هنا وشفا ليهم. انا ببقى مبسوطه وهم قاعدين بياكلوا كده ورايا الحاجه اللي بعملها. بصوا، احنا كنا بنعمل كده مع والدتي، كنت هي تبقى واقفه بتعمل الاكل واحنا بنلقط كده حوالين منها. وببسط لما مريم او كريم بيعمل كوكي يعني، او كريم بيعملوا معايا كده. انا بقول للكوكي يا مريم اغلبيه الوقت يعني. المهم، كريم كان هياخد الاكل، قلت له لا سيبه، انا هحطه كله في الاخر. وهنا الاكل بتاعنا كان خلص. وايه رايكم بقى؟ ده كان غدانا النهارده، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب يكون خفيف على قلبكم، ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم. لو ما اشتركتيش في القناه انزلي اشتركي من الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وسيبي لي لايك وسيبي لي كومنت حلو عشان يوصل لك كل جديد. خشي خدي لفه في قناتنا هتعجبك قوي قوي قوي. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه.